أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. فرنسا هذه الدولة الأوروبية في المخيال الإسلامي، في مخيال ومخيلة الإنسان المسلم، عربي كان أو أفريقي أو مسلم، هي صورة طبعا تستحضر الظلم وتستحضر الاستخراب وتستحضر محاربة هوية الدول التي استعمرتها، لغتها، دينها، السيطرة على الإعلام، السيطرة على مجال التربية والتعليم، تكوين أناس مواطنين بغير ارتباطهم بمصدر عزتهم وبهويتهم. فهو ليس كباقي الاستخرابات في العالم، فكل استخراب من غير هذا إلا ويترك هامشا لأبناء الوطن، خاصة فيما يتعلق بأركان الهوية، اللغة، الدين، التاريخ، الجغرافيا، إلا هذا. وهذا معروف ومملوء به صفائح التاريخ، بل وهنالك أمور جديدة لا زالت هذه الدول تعاني منها أشد المعاناة، لكن الذي لا يمكن أن ينساه الإنسان في هذه الأيام هو آخر ما تفتقت عنه ذهنية الإنسان الغربي، خاصة المنتمي إلى فرنسا. نعم، هنالك رسومات كاريكاتورية كانت تسيء إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، صدرت من دولة أوروبية من الدول الإسكندنافية، الدنمارك، في إحدى الجرائد. حاولت من بعد ذلك فرنسا بعدما سكتت وهدأت الزوبعة التي أشعلوها تحت يافطة ما يسمى بحرية التعبير، قامت فرنسا في السنوات الأخيرة بتجديد نشر هذه الرسومات والتأكيد على مس قدس أقداس الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون قاموا بمقاطعة فرنسا، المسلمون تحركوا على مستوى الشعبي من أجل أن يرسلوا رسالة مفادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدس الأقداس بالنسبة للأمة خط أحمر. لكن بعد ذلك خرجت الدولة في شخص رئيسها أنه لا يمكن أبدا أن يقف في وجه حرية التعبير. حرية التعبير عندهم هي حرية التعبير للمساس بكل مقدسات المسلمين بدون أن يكون هنالك أي تحفظ، لكن أن تمس أمورا أخرى غير الإسلام فذلك ممنوع ولا بد من المتابعة، وتقع تحت طائلة المتابعة القانونية إلا الإسلام. هكذا بكل أجرفة صاروا يتحدثون وصاروا يقولون نحن لا يمكن أبدا أن نوقف حرية التعبير، هذه مسألة تدخل في حرية التعبير. فالمسلمون لن ينسوا ذلك أبدا، فيطول الأمد ويأتي مونديال قطر وتصل فرنسا إلى النصف النهائي ويصل المغرب للنصف النهائي، شعب مغربي مسلم وفرنسا، وكم عانى المغرب وشمال إفريقيا بالاستخراب هذا. الآن كل مواقع التواصل الاجتماعي ضجت كلها مستحضرة أن هؤلاء مسوا قدس الأقداس، لم يقيموا للأمة وزنا، داسوا كل مقدساتها، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحضر الناس من خلال المقابلة بين مسلمين وليس بين المغرب وبين هذه التي مست رسولا يتبعه اليوم 1,800,000,000 مسلم في الكرة الأرضية، كلهم الآن يقفون إلى جانب المغرب في هذه اللعبة. ثم التمسوا من كل المسلمين، كل مسلم، وخاصة أولئك الذين يشهدون مباراة كرة القدم للنصف
بين المغرب وفرنسا، يلتمسون من هذا الجمهور بإذن الله أن يرفعوا عقائرهم بصوت واحد، وهو الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ليسمعوا أولئك الذين استباحوا الإساءة إليه دون مراعاة مشاعر 1,800,000,000 مسلم في الكرة الأرضية، لكي يضج الملعب بالصلاة على رسول الله، ولكي يتم إسماع صلاة الله على النبي بألسنة المسلمين لرئيس فرنسا الذي سيتواجد هنالك. هذه فرصة تحمل رسالة، لسان حالها يقول: رسول الله لا ننساه، رسول الله قدوتنا، رسول الله أسوتنا، رسول الله حبيبنا، رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن الذي يمشي على الأرض، رسولنا هو الذي من تمسك بسنة عز، رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي كلما مسه أحد إلا قرأنا قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. بل إن المؤمنين عبر تاريخ المسلمين وفي كل مواجهاتهم الثقافية والعسكرية والسياسية، إذا صدر من الأعداء سب للنبي أو انتقاص منه أو استهزاء به أو الإساءة إليه، إلا استبشر المسلمون واعتبروا أن ذلك من فضل الله عليهم، لأنه ما مس أحد رسول الله بسوء ووقف المسلمون ينافحون عن النبي إلا كانت تلك عاجل بشرى المؤمنين بالنصر، عاجل بشرى المؤمنين بالنصر، أن يسيء أعداء المسلمين لنبي الإسلام والمسلمين، لخاتم النبيين وللرحمة المبعوثة للعالمين. الله، فصلوا على النبي. أضم صوتي إلى صوت كل هؤلاء صناع المحتوى في جميع مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي، أضم صوتي إلى صوتهم وأقول: نلتمس منكم أيها الجمهور أن تضج أصواتكم بالصلاة على النبي في دوحة الخير، لكي تبلغ عنان السماء، لكي تقر لله تبارك وتعالى أنها غير راضية بما يصنع أولئك لنبينا، فنبينا هو حبيبنا وقدوتنا، نفديه بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا وأجدادنا وكل ما نملك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وأحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فصلاة الله وسلامه عليه، على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة إلى الجمهور ورسالة إلى كل أهل قطر في ذلك اليوم، ورسالة إلى كل المسلمين في كل الأرض، أن نغتنم هذه الأيام لكثرة الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، نستنصر بالله، نستشفع برسول الله إلى ربنا، نسأل المولى الكريم سبحانه عز وجل أن يقف مع أحباب رسول الله وأن ينصر من نصر الله ورسوله. يقول تعالى في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.